بعد أن تساءل كثيرون عبر وسائل الإعلام وكذا مواقع التواصل الاجتماعي عن سر محبة الشعب الفلسطيني للشعب الجزائري بعد أن أضحى العلم الجزائري حاضرا في كل المسيرات الشعبية للفلسطينيين ضد الاحتلال الإسرائيلي، جاء الرد من أرض بيت المقدس ومن شوارع فلسطين، حيث انتشر مقطع فيديو عبر الإنترنت يصور عمق المحبة المتبادلة بين شعبين دفع النفس والنفيس في سبيل استعادة الحرية. عمر واقف معنا من أيام المنظمة، عرفت كيف؟ عشان هيك هو مرتبط بالشعب الفلسطيني. نعتبر حالنا كلنا شعب واحد، الجزائر كل الأمة العربية شعب واحد. الجزائر بلد المليون شهيد، قدموا مليون شهيد عشان ينالوا حريتهم، وهم بيحبونا كثير وبتضامنوا معنا دائما واحنا بنتضامن معهم. عارف انه الظلم اللي عاش فيه الشعب الجزائري نفس الظلم اللي عايش فيه الشعب الفلسطيني. فلو كان الشعب الفلسطيني والشعب الجزائري على حدود واحدة لاستطاعت فلسطين التحرر من الاحتلال الإسرائيلي. هذه العبارة وردت على لسان أحد الفلسطينيين المشاركين في الفيديو. يعني الشعب الفلسطيني والشعب الجزائري على حدود واحدة، كان زمان الشعب الفلسطيني اتحرر، لأنه الشعب الجزائري والشعب الفلسطيني روح واحد. رد منا كجماهير بشكرنا العميق للشعب الجزائري والحكومة الجزائرية على وقوفهم بجانب القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني. هو عين فقط من شعب بأكمله يعي جيدا مدى ترابط الجزائريين بقضيتهم الأولى فلسطين ومدى إخلاصهم وتعاطفهم مع هذه القضية. فالجزائر بما تمثله من دعم للشعب الفلسطيني كانت أولى المحطات التي برزت فيها الدولة الفلسطينية، والجزائر كانت ولا زالت وستبقى مع فلسطين ظالمة أو مظلومة. فالشعب الفلسطيني يرى في الشعب الجزائري نموذجا للصمود والتضحيات الجسام التي تسترد بها حرية الإنسان من قيد الاستعمار.